بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد يا حبايبي وطاقة إيجابية جديد. حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين يا رب في قناة ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا يا حبايبي نشوف الوصفة الجميلة دي. النهاردة هنعمل فراخ وبطاطس بقى وحاجات جميلة كده. يا رب يديم علينا ويحفظها من الزوال يا رب. مبدئيا كده يا حبايبي هنقول ايه بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف بقى الفيديو الجميل ده. هنعمل طبعا الفراخ غسلناها حلو، حطيناها في محلول النقع بتاعها اللي هو معلقتين دقيق، معلقتين سكر، معلقتين ملح، وعصرة الليمون يا حبايبي. دي بتعملي فراخك فيها ما شاء الله ما يبقاش لها ريحه اي زفره، وميتها نازله نظيفه وجميله. بتفضل في محلول النقع ده يعني ساعه ونص حسب الوقت اللي عندك، ممكن من 3 ساعات حسب الوقت اللي عندك برضه، الوقت اللي هو متبقي لي. انا بقى يعني انا قعدتها شويه كده قيمه 3/4 ساعه مثلا او حاجه حسب ما انا ايه يعني هدخل المطبخ واجهز. لا انت حسب وقت اللي عندك. وبعد كده بجيب برضو طاسه كده على النار وفيها ميه بتغلي داخله على الغليان. زي ما انتم شايفين انا متعوده كده على طول اعمل فراخ كده يا حبايبي. فداخله على الغليان بتاخد ايه يا دوبك بديلها كده صدمه في الاول كده، وبعد كده ايه بطلع بقى. بكون عندي الحله اللي اعمل فيها بقى عامله فيها زيت ما شاء الله محمراه، قصدي قدحاه جامد يعني عشان احمر فيه قطع الفراخ. انا اسف، يعني من قدح الزيت جامد وبحمر فيه قطع الفراخ زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. قطعه بقطعه كده بتدي بقى الشوربه طعم وريحه. بحط بقى ورق لوري، فلفل، حبهان، مستكه، بصل، بصلايه نيه كده زي ما انتم شايفين. بشوحها مع بتدي ريحه وطعم بقى. وبنزل بقى بالميه المغليه. انا يعني بصراحه يعني جربها بالطريقه دي. بلاش اللي تسلقوا الفراخ كده وتعملوها يعني في ناس بيحطوا لها طماطم وبصل وحاجات. لا 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 لا، انا مش بحط الحاجات دي ولا البصل وكده. لازم ايه فراخي بغلاها غلوه وارمي الميه، لازم اديلها صدمه كده تمسك نفسها. وبتشوحي قطعه قطعه بتحمر لما تبقى لون الورد زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تنزلي عليها بالميه المغليه بقى وايه والمنكهات بتاعتك بقى ايه اللوري والحبان والمستكه والملح طبعا. وبتدي ما شاء الله ريحه وطعم جميله جدا. بتبقى الشوربه بتاعتها طعمها جامد. تعالوا نعمل صينيه بطاطس صغيره محندقه كده جميله. ده البصل الجديد يا حبايبي اللي انتوا شايفينه ده. يعني هو لونه احمر زي ما انتوا عارفين. هو بيغمق الحاجه على فكره، بيغمق الشوربه. لو غلى كتير بيغمق الشوربه، بيخليها لونها تغمق. حاولوا البصله تحطوها في الاخر خالص اللي هي بتاع الشوربه. هنعمل النهارده بقى صينيه بطاطس زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. بجيب بصله متوسطه كده وبدبلها على النار كده زي ما انتم شايفين حلقان كده، وبنزل عليها بالكمون، كزبره، السبع بهارات، اي بهارات عندك بتحبيها، والفلفل طبعا، والملح، ونص معلقه سكر عشان الحموضه. وبعد كده بنزل عليها بايه بالبطاطس. يعني بتاخد مره يعني ايه بدبلها كده مع البصله والثوم طبعا نيه يا حبايبي في الاخر. وبعد كده الطماطم ما شاء الله بتتسبك بتبقى جميله. بدخلها الفرن بتاخد لون زي ما انتم شايفينه كده. وده غدانا. يا رب دايما نعمل على نحفظها من الزوال. اوعوا تنسوا اللايك والكومنت الحلو. يا رب كده دايما فيديوهات نقول اعجابكم. وما عند حسن ظنكم يا حبايبي. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايبي اللي بيرفع الفيديو. مع السلامه.